في خبر عاجل الآن: وفاة المنشد العراقي بلال الكوبيسي نجم قناة طيور الجنة، ووالد نوارة، وزوج مقدمة البرامج سودة طارق. وإليكم تفاصيل الخبر وسبب الوفاة. غيب الموت المنشد العراقي بلال الكوبيسي بعد معاناة طويلة مع المرض، تاركا إرثا فنيا غنيا بالأناشيد الهادفة التي أثرت في أجيال كاملة. ببالغ الحزن نعت أسرته نبأ وفاته الرحمة لروحه، والصبر والسلوان لكافة محبيه وأهله. وتوفي المنشد العراقي بلال الكوبيسي اليوم بعد معاناة طويلة مع المرض، عن عمر يناهز 55 عام. الراحل عانى منذ فترة من ظروف صحية صعبة أثرت على نشاطه الفني. لم تعلن عائلته أو المصادر الرسمية عن تفاصيل دقيقة حول طبيعة مرضه، لكن الأنباء تؤكد أنه ظل يكافح حتى اللحظات الأخيرة. بلال الكوبيسي من مواليد 15 نوفمبر 1969 من مواليد بغداد، وهو منشد عراقي شهير عرف بصوته وأدائه المؤثر. بدأ مسيرته الفنية في التسعينات مع فرقة البشائر، وبعدها ذاع صيته بعد انضمامه إلى قناة طيور الجنة، وقدم مجموعة من الأناشيد التي لقت تفاعل واسعا في العالم العربي. رحم الله بلال الكوبيسي وأسكنه فسيح جناته، ونسألكم في التعليقات الدعاء له بالرحمة والمغفرة. تعازينا القلبية لعائلة ومحبين الفقيد.